كيك فانيليا وشوكولاتة بعجينة واحدة. مفيش اسهل ولا ألذ من كده، ما بياخدش وقت في التحضير، سهل جدا، قوامها هش وطري. مفيش احلى فعلا من كده. لو جربتوا بالطريقة دي ان شاء الله النتيجة هتعجبكم جدا. مكوناته ان شاء الله بسيطة وموجودة عندنا في البيت. قبل ما ابدأ في التحضير شغلت الفرن على درجة حرارة 180 من تحت بس، مش هنشغل الشواية. والمكونات ربع كوباية من السمنة وربع كوباية من الزيت. تقدروا تستخدموا نص كوباية كلها زيت لو حابين. هنضيف عليهم 3 بيضات في درجة حرارة المطبخ، وكمان معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة. بفضل الفانيليا السايلة مع اي حاجة فيها بيض، بتقضي نهائي على الزفارة. هقلبهم مع بعض تقليبة بسيطة لحد لما يندمجوا مع بعض بس، وبعد كده هضيف السكر. كمية السكر اللي معايا 1.25 كوباية من السكر، وكان سكره مظبوط جدا. لو بتحبوا الحاجة سكرها يكون واضح اكتر تقدروا تزودوا السكر ل1.5 كوباية من السكر، يعني هتزودوا كمان ربع كوباية. ضفت 1.25 كوباية سكر وهقلبهم مع بعض كمان تقليبة بسيطة، وبعد كده هضيف الحليب. معايا 1 كوباية من الحليب. وهنا بقى لازم هنقلب كويس جدا لحد ما نتأكد ان السكر داب تماما. مهم جدا نتأكد ان السكر داب قبل اضافة الدقيق. بعد ما ندوب السكر معايا 3 كوبايات من الدقيق الابيض، ويفضل ان هم يكونوا منخولين. هضيفهم على الخليط، وكمان احتاج باكت واحد من كيك شيف. يبقى المكونات معايا ربع كوباية سمنة، ربع كوباية زيت، 3 بيضات في درجة حرارة المطبخ، معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، 1.5 كوباية من السكر، كوباية من الحليب، 3 كوبايات من الدقيق الابيض، وكمان باكت واحد من كيك شيف. وده القوام الكيك اللي احنا محتاجينه. بيكون قوام كب كيك، اتقل شوية بسيطة من قوام الكيك العادي اللي احنا متعودين نحضره. لو حابين نعمل منه جزء بالشوكولاتة بناخد تقريبا نص كمية الخليط، وبنضيف عليهم 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى. وهضيف كمان معلقة كده من الحليب. هضيف الحليب شوية شوية، معلقة لحد ما اوصل للقوام اللي احنا عاوزينه، زي قوام الفانيليا كده بالظبط. طبيعي لما نضيف الكاكاو بيتقل معانا الخليط شوية، لان الكاكاو بيعمل عمل الدقيق، فلازم نخففه علشان قوامه يكون مظبوط ونتيجته ان شاء الله تكون ناجحة. هضيف الحليب كده معلقة لحد ما اوصل القوام اللي احنا عاوزينه، ويكون سهل عليه، يعني يكون سهل ان احنا نوزعه في قالب الكب كيك كمان، وتكون نتيجته مظبوطة. دي خلاص كانت اخر معلقة. خد معايا تقريبا ربع كوباية حليب بالظبط. ما شاء الله الكمية دي هتعمل معانا عدد حلو جدا من الكب كيك. كده خلاص هبتدي اوزعه بقى في صينية الكب كيك. في طريقتين علشان نوزعه في الصينية، او 3 طرق بالظبط. ممكن نصبه في حاجة زي كده يكون سهل ان احنا نوزع بيها، زي الكوب المعياري اللي زي ده، او بالمعلقة، او بكيس الحلواني. كيس الحلواني اسهلهم، ولو متوفر يكون حلو قوي. تستخدموا بقى الطريقة اللي تحبوها. جبت صينية الكب كيك وجهزتها، بدأت اوزع فيها ورق الكب كيك ده. ورق الكب كيك ده موجود في اي محل لبيع مستلزمات او خامات الحلواني، ومش مكلف خالص، وبيغني بصراحة ان احنا ندهن الصينية زبدة او سمنة. وبنوزع الخليط كده شوية شوية، ونراعي انه ما يعديش نص الارتفاع، يعني الخليط يكون واصل لنص ارتفاع الكب كيك بالظبط، لانه كمان لسه هيعلى في الفرن، فعلشان ما يفرش ويكون شكله مش حلو ويدينا الارتفاع المظبوط، يعني يدوب قوي النص كفاية جدا. هعمل نص الصينية شوكولاتة ونصها فانيليا. هوزع الفانيليا بالمعلقة، باخد بالمعلقة كده وبساعد بمعلقة تانية اهو لو احتجتها. سهلة كمان وبسيطة وسريعة وما بتاخدش وقت. كمان الكب كيك ما بياخدش وقت خالص في الفرن، يعني من 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة لو الفرن بتاعنا هادي زيادة عن اللزوم، بس ما بياخدش وقت خالص. خلصت هنا كل الكمية. ومهم جدا ان احنا ننضف الصينية لو عليها لو وقع عليها اي يعني كب كيك او اي قصدي خليط من الكب كيك. وهوزع على الوش
شوكليت شيبس. بس اهم حاجه قبل ما نوزع الشوكليت شيبس ان احنا نخبطها كده خبطتين علشان نتاكد ان مفيش هواء زياده دخل في الخليط بتاعنا واحنا بنصب. هوزع على الوش شوكليت شيبس، زي ما قلت لكم ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، بنختبرها كده بالخله، خلاص طلعت نظيفه يبقى كده تمام ومستوي معانا. تقدروا تستبدلوا الشوكليت شيبس اللي على الوش ده بفواكه مجففه بمكسرات لو حابين. تقدروا كمان تخلطوا الشوكليت شيبس مع الخليط نفسه يكون جوه الكيك زي ما تحبوا. ما شاء الله الكميه اللي احنا حضرناها دي عملت معايا 24 قطعه من الكب كيك. بعد ما برد معايا هفتح لكم كده الفانيليا، شايفين هشه كده وخفيفه وقوامها ناعم جدا من جوه، تحفه. كمان كان طعمها روعه. وكمان الشوكولاته هفتح لكم واحده. سهل جدا انتوا تحضروه لو في عندكم مناسبه، عيد ميلاد، لو حد من الولاد عنده حفله من المدرسه نقدر نعمله، ما بياخدش وقت خالص، وكمان بيكون شكله حلو في التقديم. يا رب يكون الفيديو عجبكم والوصفه تكون بسيطه وسهله، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسونيش بلايك وشير لو عجبكم الفيديو، ومتابعة الصفحة واشتراك في القناة، واهم حاجة كومنت حلو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.